الساعة 12:54 بتوقيت ألمانيا، فكان ده فيديو الملوحة. هل تعرفوا الملوحة دي يا جماعة جاية من وين؟ قطعت غارات وقطعت دول وقطعت مطارات، من السودان لإثيوبيا، ومن إثيوبيا لهولندا، ومن هولندا لألمانيا. ومن هنا بقول شكرا هولندا. فطبعا لازم تتغلف تمام عشان الريحة ما تطلع، لأنه ريحتها قوية. جبت زبدية، أضفت عليها 3 ملعقة من الملوحة، وبعد كده حاضيف عليها موية فاترة لأنه أفكها بيها. فيا ريت لما تعملوها تنتبهوا للعدة، لما تجوا تغسلوها لازم تكون بليفة خاصة بيها أو بموية سخنة، لأنه الملوحة ريحتها قوية وممكن تمسك في كل المواعين. هنا حليت الملوحة خلاص وفكت. طبعا بعدين لازم تتصفى لأنه حيكون في شوك راسي تحت. وهنا في كورة تانية خدت 3 ملعقة بتاع الدكوة وملعقة ونص بتاع الدقيق، بعد ذاك أضفت عليها موية، فضلت أحركها لأنه دي كمان حنضيفها بعد الملوحة. أكتر ناس بياكلوها في السودان اللي هم ناس المنطقة الشمالية، لأنه هي خاصة بالنوبيين. بعد ذاك بقى كثير من القبائل بيطبخوها في السودان. هنا دي الخلطة بتاعتي جاهزة. وهنا كان قطعت 4 بصلة. جبت الحلة، أضفت عليها زيت، أضفت البصل، أفضل أقلب فيها لغاية ما تتحمر لون الذهب. كده البصلة بتاعتي خلاص اتحمرت. بعد كده حجيب أصفي عليها الملوحة، وزي ما قلت لكم لازم تتصفى لأنه في رواسب بتاعت شوك بتكون تحت. هنا أخلي الملوحة لغاية ما تغلى، تاخد النقطة بتاعتها الأولى. بعد كده أجيب أضيف الخليط بتاع الدكوة مع الدقيق. فهنا شايفين الشكل كيف بقت تقيلة. في ناس طبعا بيضربوها بمضرب بتاع خلاط، لكن أنا ما بحب أضربها بمضرب بتاع خلاط، أحب يكون إنه البصل حي شوية كده. أضفت بعد ذاك فلفل أسود وملعقتين بتاعت صلصة. طبعا هي بتحتاج صلصة كتيرة كمان يعني، فما عندها مشكلة لأنه تكون حامضة بالصلصة لأنه هي عبارة عن سمك يعني. بعد كده جيت أضفت عليها التوم، طبعا هي ما محتاجة بهار كتير، فلفل وتوم بكفي. وفي اللحظة دي كان أنا طفيت النار، عصرت عليها نص ليمونة. ده كان الشكل النهائي للحلة بتاعت الملوحة. بعد كده حجهز القراصة بتاعتي. ده العجين بتاع القراصة طبعا سهل، كلنا عارفينه، اللي هو دقيق وخميرة وملح وموية. تسيبها لغاية ما تفور. بالنسبة للناس اللي في أوروبا والدول الباردة، عشان إنه أنت تخمر عجين بتاع قراصة، ممكن تفتح الفرن لمدة دقيقة وتحطه جوا الفرن يكون دافي. وهنا أقول لكم يلا تشاو بلا تشاو.